هاقول لك على حاجة ممكن تزعلك، بس لازم تسمعها. كل الفيديوهات اللي أنت شُفتها عن التسويق بالعمولة على أمازون بتقول لك سجّل وابدأ اكسب دولارات، مش بتقول لك إن affiliate أمازون برنامجه مش مفتوح للعموم، مش بتقول لك إن السحب محتاج بايونير، وبعض البنوك بترفض التحويلات، كمان مش بتقول لك إن أول 3 شهور الغالبية بتكسب صفر. أنا النهارده مش جاي أعمل لك فيديو يبيع لك حلم، هاعمل لك فيديو بيقول لك الحقيقة كاملة، المشكلات والحلول والطريقة الصح فعلًا، لإن اللي بيبدأ وهو عارف التحديات بيكمّل، واللي بيبدأ وعلى وهْم بيوقّف أول أسبوع، فكمّل معايا الفيديو ده للآخر، لإن الفيديو ده مهم وخلّيني أحكي لك تجربة سامي. سامي ده عنده 26 سَنة، شغّال في محل موبايلات، شاف فيديو عن أمازون affiliate وزي ما بتعمل أنت اتحمّس، بسرعة راح سجّل وبدأ يحُط روابط في بوستات على فيسبوك. أول شهر لسامي عمل 0 جنيه، قال الموضوع مش شغّال بس ما وقفش، بحث أكتر في الموضوع وبعد ما اكتشف إن مشكلته مش في الروابط، مشكلته إنه كان بيحط رابط من غير ما يعمل محتوى حقيقي يبني ثقة. بعدها سامي غير أسلوبه، بدأ يعمل مراجعات فيديوهات بسيطة على يوتيوب، موبايلات وإكسسوارات لأنه شغال في المجال وبيفهمه. الشهر التاني سامي عمل $8، هم أي نعم مش رقم كبير بس دليل إن الموضوع شغال. بدأ سامي يستمر ومشي على نفس الاستراتيجية. الشهر التالت عمل $31، كمل سامي للشهر الرابع والخامس والشهر السادس عمل $180. هم أي نعم مش ثروة بس دخل إضافي حقيقي من غير رأس مال من غير أي مخزون. بس سامي خلينا متفقين إنه عدى بمشاكل حقيقية في الطريق ومحتاج أنت كمان تعرفها قبل ما تبدأ عشان ما تقعش فيها. الحقيقة الأولى إن أمازون أفيليت مش مفتوح للكل، بمعنى إن أول حاجة لازم تعرفها إن برنامج أفيليت أمازون هو برنامج خاص بالدعوة بس، مش هتدخل تسجل زي ما الفيديوهات بتقول لك وبعدها تبدأ. طب إيه الحل؟ أمازون أفيليت مصر مثلًا مش متاح، الحل إنك تسجل في أمازون أمريكا أو السعودية أو الإمارات وتروح لجمهور عربي بيشتري من المنصات دي، وده شغال فعلًا لأن في مصريين وعرب كتير بيشتروا من أمازون السعودية والإمارات وحتى أمريكا. واللي محتاج أنت تعمله سجل في أمازون associates، فاللي محتاج تعمله هتلاقيني سايب لك في الوصف. لو أنت هتسوق للسوق الأمريكي هتلاقيني سايب لك لينك، ولو أنت بتسوق للسوق الخليجي هتلاقيني سايب لك لينك تاني برضه. الحقيقة التانية السحب محتاج خطوة إضافية. تاني حاجة لازم تعرفها في الموضوع ده إن السحب مش هتسحب على فودافون كاش أو انستا بي مثلا مباشر، محتاج خطوة إضافية، والحل الأكثر استخداما في الموضوع ده هو بايونير. بتعمل حساب على بايونير مجاني وبتربطه بحساب أمازون أفليت بتاعك كحساب بنكي وأمازون بتحول عليه، بعدين من بايونير بتحول على حسابك البنكي المصري. بس خليني أكون صريح معاك، في بعض البنوك ممكن يرفضوا التحويل الأول ويطلبوا منك وثائق، وده بيحصل وموجود. الحل انك تتعامل مع بنك بيقبل التحويلات الدوليه بسهوله، وهتلاقي عندك بنوك زي كيو ام بي وسي اي بي وممكن بنك مصر. الحقيقه الثالثه اول 3 شهور صعبه، خليك فاهم ان امازون افليت مش طريق سريع، واول شهر او 2 او 3 كمان الغالبيه بتكسب ارقام صغيره جدا ويمكن صفر، وده مش معناه ان الموضوع مش شغال، الموضوع معناه ان انت محتاج وقت عشان تعمل محتوى يتراكم والجمهور يتبني. اللي بيكمل 6 شهور في الموضوع ده بانتظام وبيتعلم صح بيشوف فرق حقيقي عن اللي بيوقف في الشهر الأول مش بيشوف حاجة، وده مش تخويف، ده تحضير لحاجة انت عايز تشتغل فيها. ودلوقتي هتسألني ايه الطريق الصح وايه اللي انت تعمله، وانا اقول لك ده خطوة بخطوة. الخطوات الفعلية في الموضوع ده ان اول حاجة روح سجل زي ما قلت لك من المواقع اللي انا سايبها لك في الوصف. هتعمل حساب امازون عادي لو مش عندك وسجل في البرنامج. هتحتاج موقع او صفحة او سوشيال ميديا نشطة، مش لازم أن يكون عليها متابعين كتير بس لازم يكون فيها محتوى. تاني حاجة هتختار النيتش، وهنا بتختار المجال اللي انت بتعرف فيه، زي مثلا سامي اختار الالكترونيات لانه شغال في المجال، انت اختار اللي بتفهمه لانك هتتكلم فيه بثقة وده بيبيع. تالت حاجة انشاء المحتوى الصح، مش بوست فيه رابط وخلاص، محتوى حقيقي بيحل مشكلة ومراجعة صادقة، مثلا مقارنة بين منتجين او مثلا افضل 5 منتجات في كذا. الكلام الصادق بيبيع اكتر من اي اعلان. رابع حاجة اعمل حساب بايونير، اعمله من الاول حتى قبل ما تكسب اي حاجة عشان لما يجيلك اول ارباح تلاقي كل حاجة جاهزة. خامس حاجة الصبر والاتساق، ساعة في اليوم بانتظام اهم من 10 ساعات في يوم واسبوع غياب، ودي اهم حاجة انا بشوفها اكتر من الحاجات اللي قلت لك عليها فوق. وهنا اهم جزء في الفيديو اسرار زيادة الارباح على افليت امازون. اول حاجة المقارنة اقوى من المراجعة، فيديو افضل 5 سماعات تحت 500 جنيه بيجيب مبيعات اكتر من مراجعة سماعة واحدة، لان هنا المشاهد جاي وهو قرر يشتري بس مش عارف اي واحدة. تاني حاجة
وقت النشر بيفرق. الكوكيز بتاع امازون بيفضل 24 ساعة، يعني لو حد ضغط على الرابط بتاعك واي حاجة اشتراها من امازون في خلال ال 24 ساعة بتاخد عمولة عليها. يعني انشر محتواك وقت الليل لان الناس بتشتري من امازون اكتر في الليل. تالت حاجة، المواسم هي جايزة كبيرة. عندك الوايت فرايداي، البرايم داي، وحتى عروض رمضان. في الايام دي المبيعات بتتضاعف بشكل كبير، يعني لو حضرت محتوى قبلها باسبوعين هتكسب في يومين اكتر من شهر عادي. رابع حاجة، جروب واتس صغير اقوى من صفحة كبيرة. يعني عندك سامي عمل جروب واتس افضل عروض امازون، وصل فيه ل 200 شخص، باع منه عروض كتير وعمل عروض يومية بالرابط بتاعته. الناس في السوق العربي بتثق في التوصية الشخصية اكتر من اي اعلان. وهنا الجزء المفضل ليك، الارقام الحقيقيه وايه المبلغ اللي ممكن تكسبه من الموضوع ده. خليني اكون صريح معاك في الارقام. الشهر الاول والتاني هتلاقي الموضوع بيتراوح من 0 ل 15 دولار، وده طبيعي جدا. من الشهر الثالث للسادس لو اشتغلت بانتظام ما بين 50 ل 200 دولار. من الشهر السابع للسنه لو عندك محتوى متراكم ممكن توصل ل 300 دولار في الشهر واكتر. ومهم تعرف مش كل الناس بتوصل للارقام دي اللي بيوصل ليها اللي بيشتغل بانتظام ومش بيوقف لما الارقام تبقى صغيره في الاول. وفي الختام احنا وصلنا لاخر الفيديو. انا اتكلمت معاك في الفيديو بصدق كامل جدا، مش بعتلك وهم، مش قلت لك اشتغل اسبوع وهتكسب. قلت لك الحقيقه، التحديات والحلول والارقام الواقعيه. وده بالظبط اللي يفرق بينك وبين ناس تانية، انك تبدا وعينك مفتوحه. لا تعمله دلوقتي 3 حاجات. هتعمل حساب بايونير دلوقتي مجاني وبياخد منك 10 دقايق. تاني حاجه، هتسجل في الروابط اللي انا سايبها لك في اول تعليق. تالت حاجه، حط في كومنتات انا هبدا بنيتش اسمه كذا وانا هرد عليك واساعدك. بس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهكون مبسوط ان انا برد عليك. بس كده. ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجايه. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.